أهلا بكم. أنا يمنى، وده بودكاست طمأنينة، مساحة نهدى فيها شوية ونفهم نفسنا من غير ما نضغط عليها. في حاجات بنفضل شايلينها جوانا أيام، يمكن شهور، مش علشان مش عايزين نعملها، لكن علشان كل ما نيجي نبدأ في الحاجة دي نلاقي صوت جوانا يقول استنى. نفتح اللابتوب ونقفله، نمسك الورقة ونسيبها، نقول من بكرة، ويجي بكرة ونقول نفس الجملة. الناس بتسمي ده كسل، لكن الحقيقة ده أعمق من كده بكتير. التسويف مش ضعف إرادة، التسويف نظام حماية نفسي. العقل أحيانا بيحاول يحمينا من مشاعر إحنا مش مستعدين نواجهها. إحنا مش بنهرب من المهمة، إحنا بنهرب من الإحساس اللي بيجي وراها. زي مثلا عندك مهمة شغل، الإحساس خوف من الفشل، أو عايز تبدأ خطوة جديدة، الإحساس هو خوف من المسؤولية. العقل ساعات بيختار راحة مؤقتة على ألم صغير لازم نعدي منه عشان نوصل للراحة الحقيقية بعدين. المخ بطبيعته بيحب الراحة وبيوفر الطاقة، فأي حاجة هتخرجك من منطقة الراحة دي اللي هي اسمها الكومفورت زون، حتى لو الحاجة دي مفيدة ليك، زي إنك تتمرن، تتعلم مهارة جديدة، تغير عادة، تذاكر أو تبدأ مشروع، المخ دايما بيشوفها مجهود. المجهود بالنسبة له استهلاك للطاقة، فيبدأ يهمس بهدوء. بعدين، مش دلوقتي، خليها لما تبقى فاضي. مش لأنه ضدك، لكن لأنه مبرمج يحافظ على الطاقة دي. المشكلة إن الراحة اللحظية دي بتجيب ضغط أكبر بعدين، فتفضل معلق بين راحة مؤقتة وضغط مستمر. بس خليني أقولك، إحنا مش محتاجين نحارب عقلنا ولا نضغط على نفسنا أكتر. إحنا بس محتاجين نشتغل مع طبيعة العقل ده، مش ضدها. لما تفهم أنت ليه بتسوف، تقدر تبدأ بخطوات صغيرة تخلي المخ يحس بالأمان بدل ما يحس بالتهديد، ومن هنا نقدر نتحرك من غير ما نحرق نفسنا. دي طرق نفسية حقيقية تقدر تساعدك تبدأ. أول حاجة، صغر المهمة. بدل ما أقول لازم أخلص التقرير ده كله دلوقتي، يبقى إن أفتح بس الملف. لازم أرتب البيت كله، يبقى هرتب أوضة واحدة بس. المخ ما بيخافش من الخطوة الصغيرة، لكن بيرفض الجبال. تاني حاجة، افصل بينك وبين شغلك. ما تقولش أنا فاشل عشان ما بدأتش، لكن أنا إنسان حاسس بضغط وعندي مهمة مؤجلة. ده اسمه فصل الهوية عن السلوك، وده بيخفف جلد الذات اللي بيزود التسويف. اسأل نفسك أنا خايف من إيه لو بدأت. اكتب الإجابة، لأن الغموض بيكبر الخوف، لكن الوضوح بيصغره. اشتغل بنظام الجرعات النفسية، يعني 25 دقيقة شغل و5 دقايق راحة. ده مش كسل، ده احترام لطبيعة مخك اللي ما يقدرش يفضل في تركيز عالي ساعات طويلة. قاعدة ال5 ثواني، وأنا بشوف إن القاعدة دي كأنها سحر. هي أداة بسيطة لكن فعالة جدا، اتكلمت عنها ميل روبنز في كتابها The 5 Second Rule. هي لحظة إن في لحظة صغيرة جدا بين ما الفكرة تيجي في دماغك وبين ما تبدأ تنفذها. المخ بيبدأ يطلع أعذار، بعدين، مش دلوقتي، أنا مش قادر. فالقاعدة بتقول أول ما يجي في بالك إنك تعمل حاجة مفيدة، عد بالعكس، يعني 5 4 3 2 1، وتحرك فورا. العد التنازلي بيشتغل زي زرار تشغيل، بيوقف التفكير الزايد وبيخلي الجسم يتحرك.
القاعدة مش بتخلص كل المهام، لكن بتكسر أصعب لحظة اللي هي لحظة البداية. أنا جربت القاعدة دي، عشان كده بكلمكم عنها. في حاجة كانت صعبة عليا جدا، إني أصحى بدري وأصلي الفجر. المنبه يرن وأول فكرة بتيجي في بالي لسه بدري، طب 5 دقايق كمان. فكنت بقفل المنبه وأنام وأصحى بعدها حاسة بالذنب، ودي لحد ما قررت أطبق القاعدة دي. أول ما المنبه يرن، من غير ما أسيب لعقلي فرصة يتحكم، أعد 5 4 3 2 1، وأقعد في السرير. مش لازم أبقى نشيطة، مش لازم أبقى فايقة، بس أتحرك. الحركة الصغيرة دي بتكسر أصعب لحظة اللي هي لحظة المقاومة. مع الوقت بقى إني أقوم أسهل بكتير، لأني بطلت أستنى الإحساس المناسب وبقيت ببدأ بخطوة صغيرة. التسويف مش عدوك، ده رسالة بيقولك الضغط زاد، خفف الحمل وابدأ بحاجة صغيرة. كان معكم طمأنينة، المكان اللي بنتعلم فيه نبدأ بخطوة صغيرة من غير ما نحرق نفسنا. لو الحلقة دي استفدت منها، ارسلها لأي حد ممكن يستفيد منها. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، خلي بالك من قلبك.